آيس كريم كيك ببرد على القلب بفصل الصيف، وصفة سهلة فخمة كتير زاكية. ونقول بسم الله. للكيك بنحتاج 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ ومعلقة فانيليا. بنضيف 100 جرام سكر بالتدريج مع الخلط المستمر حتى نحصل على قوام كريمي لونه قريب للأبيض. بنخلط 35 جرام كاكاو غير محلى ب 65 جرام حليب مغلي، وممكن نضيفه قهوة سريعة الذوبان. بنخلط عجينة الكاكاو بخليط البيض. بنضيف 60 جرام طحين متعدد الاستخدامات، معلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح، وبنخلط حتى تتمازج جميع المكونات. مقاس القالب 40 في 25 سنتي، وعلى فرن مسبق التسخين على درجة 180 من 10 ل 12 دقيقة. بنقلب الكيك على ورقة زبدة وبنتركه يبرد. للآيس كريم بنحتاج 500 مل كريمة خفق ومعلقة فانيليا، وبنخلط حتى نحصل على قوام كريمي متماسك. 300 جرام حليب مكثف محلى، وبنخلط. مواد الآيس كريم لازم تكون كتير باردة حتى الطبق الخفق. بنقسم الكيك لقسمين، وبنغطي كل طبقة من الكيك بكمية وفيرة من الآيس كريم، وهيك حصلنا على 4 طبقات من كيك الآيس كريم. زينت الآيس كريم كيك بالشوكولا المبشورة، ممكن تزينوه بالشكل اللي بتفضلوه. وعلى الفريزر على الأقل ساعتين. وهيك خلصت وصفتنا. بنقطع الكيك بسكين دافي، وحكتب لكم كل الإرشادات تحت الفيديو. وصفة شهية مناسبة لفصل الصيف، اتمنى تجربوها، وصحتين وألف عافية. بسم